نتعلم بيها نظام الحل الجماعي او التعلم الجماعي، نتعلم بيها الرأي والرأي الآخر، نتعلم بيها اللي هو احترام كل الرأي وافكر في رأي زميلي زي ما بفكر في رأيي، ونتعلم الحل عن طريق البناء. يعني ايه؟ يعني مثلا بالنسبه للمجموعه ألف، اسماء هتكون جزء من الحل، ندى هتكون جزء، جنى هتكون جزء، كلنا مع بعض هنكون الحل. كمان هنتعلم اسلوب المناقشه بطريقه حريه وطريقه منظمه مع بعض، بحيث ان احنا مش عايزين صوتنا يعلى، عايزين كلنا نفرده عشان كلنا نركز. هنتعلم ان احنا هنطلع بنت واحده هي اللي هتبقى مسؤوله عن الكلام معانا. يعني لما اجي اقول يا مجموعه سي خلصتوا ايه لحد دلوقتي؟ مش انتوا الاربعه هتردوا، لا، واحده بس هتطلع تقول مستر احنا خلصنا كذا. يا مجموعه بي الطائع اوريدي حلت، مش انتوا الاربعه هتقوموا تتكلموا، لا، واحده بس اللي هتقوم تعرض الحل. اتفقنا؟ طبعا احنا كلنا بنساعد بعض، وهتلاقيني انا بعدي عليكي برضه بساعد معاكي، بس ان شاء الله انت هتخلص كل حاجه بقى. مجموعه ايه؟ مجموعه دي، المجموعه دي، المجموعه سي، عشان ايه؟ اتفضلي رجعي كده. ثانية واحدة يا أستاذ. نعم يا فندم. ممكن بعد إذنك ثانية واحدة؟ ثانية واحدة. 12 دقيقة نكون مخلصين. على ستوب واتش 12 دقيقة. خلصنا المرحلة الأولانية اللي هي إيه؟ كل مجموعة فيكم قدامها سؤالين وكلهم بيشتركوا فيه. دلوقتي عايزين نعمم الاستفادة أكتر. فكل مجموعة هتطلع تعرض مسائلها، الحل بتاعها، وإزاي يفكروا، والباقي إحنا كلنا قاعدين بنستفيد. يبقى بدل ما كنا بنشتغل فيه مسألتين بس، إحنا خدنا 8 مسائل أفكارهم كويسة، أفكار عالية، وكلنا بنستفيد منهم. فأنا كده عايز كله يبقى قاعد بيركز مع اللي هيشتغل. المجموعة إيه؟ اتفضلي، عرض شغلك. مسألة إيه؟ أول حاجة إحنا هنا في الرسم البياني اللي هو سؤال واحد دوت، هنا في المسألة حل واحد. يعني المسألة حل واحد. كذا واحد. فالحل الواحد ده معناه إن هي المسألة كانت بتساوي 2 بتساوي 6. اللي هو مين؟ المميز. مميز. بالظبط بيساوي 6. فصفر في 3 ماشي. هو واحد. السؤال اللي بعديه. أول حاجة عايزة قلم وتكتبي. هتكلم وأنا يعني بصوت عالي بس عشان كلنا نستفيد من الحاجات. أول حاجة هنقول إن بما أن الألف ب بتوازي ب ب. حلو. يبقى المثلث هو ب ج يشابه المثلث ب أ ج. يبقى بعد كده هنعمل التناسب. يبقى هنقول الواو ب على ب أ بتساوي ب ج على
اللي هي مين؟ اللي هي دي. هي ده. تمام. وبما ان الالف دي بتساوي 15 والد دي هتبقى زيها برضه 15 سنه. الألف دي الالف د لا ألف د اللي هي 15 ما احنا جبنا 2 15. 5 والباقي اللي هو الف ب 10. برافو. فالد دي برضه هتساويها اللي هي بتبقى برضه 15 سنه. بس هي نقطة خطأ. هي قالت بما أن لا يوزن المثلث ده شبه الكبير الأول. أو المفروض عشان التوازي اللي هنا الصغير شبه الكبير خالص. صح؟ لازم المثلث ألف د. ألف د دي كانت إثبات كده. بس شبه المثلث ده هو التوازي شبه قالتها ضمن حد يطلع يحلها بطريقه ثانيه، حتى عنده اسلوب ثاني يحل بيه.